أهلا بيكم في حلقة جديدة من أسرار مع أسماء. النهاردة هنتكلم عن حاجة بنعملها كلنا، بس قليل جدا اللي فاهمها صح. احنا بنرفع ايدينا وبنقول يا رب وبنستنى، بس أوقات كتير بنسأل نفسنا: هو أنا ليه بدعي ومفيش حاجة بتحصل؟ هو ربنا سمعني؟ طيب أنا ممكن أدعي بإيه؟ أطلب الدنيا ولا الآخرة ولا الاتنين؟ في الحلقة دي هجاوبك بالدليل من القرآن الكريم والسنة وبقلب مطمئن. أول حاجة هتكلم عنها وهي فضل الدعاء. أول حاجة لازم نعرفها إن الدعاء مش مجرد طلب، الدعاء عبادة. قال الله تعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شوف الجملة قد ايه واضحة، ادعوني أستجب، مش يمكن ولا احتمال، ده وعد مباشر من ربنا: ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. يعني وانت بتدعي انت كده في عبادة كاملة، حتى لو الحاجة دي لسه ما حصلتش. وفي حديث تاني قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يعني أكتر حاجة يحبها ربنا منك إنك تطلبي منه. تاني حاجة هتكلم عنها وهي: هل كل دعاء بيستجاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني مفيش دعاء بيروح هدر، يا إما الدعاء ده يتحقق فعلا النهاردة أو بكرة أو السنة الجاية أو بعدها، يا إما الدعاء يتحول لأجر ليكي في الآخرة، أو إن ربنا يحميكي من حاجة كنت هتتأذي منها بس انتي مش شايفة الصورة كاملة. تالت حاجة هتكلم عنها وهي أوقات الدعاء المستجاب. في أوقات ربنا بيحب فيها الدعاء أكتر. أول وقت وهو الثلث الأخير من الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ تاني وقت وهو الوقت بين الأذان والإقامة في الصلوات الخمس. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. تالت وقت ممكن ندعي فيه وهو أثناء السجود في الصلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. رابع وقت وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة في ساعة ربنا بيستجاب فيها الدعاء، يعني نقدر ندعي من مغرب يوم الخميس لحد مغرب يوم الجمعة. في أوقات تانية كتير ممكن ندعي فيها، بس أنا ذكرت هنا أمثلة. يعني اختاري الوقت اللي باب السماء يكون فيه مفتوح. رابع حاجة هنتكلم عنها وهي ازاي يستجاب الدعاء. اول حاجة نعملها اننا بحمد ربنا سبحانه وتعالى وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن مثلا نقول: اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والقرآن، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد كده نبدأ ندعي بالدعاء اللي احنا عايزينه. تاني حاجة وهي ان اكون واثقة ان ربنا هيستجاب ليا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. تالت حاجة ان انا لازم ابعد عن الحرام، اي تصرف حرام، اي شغلانة حرام، اي مال حرام. رابع حاجة ودي مهمة جدا ان انا ما استعجلش في استجابة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني انه يقول انا دعيت ربنا وما استجابش ليا. خامس حاجة هتكلم عنها النهاردة وهي: اطلب من ربنا الدنيا ولا الآخرة؟ الإجابة ببساطة الاتنين، لأن في القرآن ربنا مدح دعاء المؤمنين. قال الله تعالى في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يعني اطلب الدنيا واطلب الآخرة واطلب النجاة، اطلب كل حاجة انت عايزها من ربنا. ربنا مش ضد سعادتك في الدنيا، لكن الأهم إنك ما تنساش آخرتك. يمكن الحاجة اللي انت بتدعي بيها لحد دلوقتي لو كانت حصلت كانت هتكسرك، ويمكن التأخير رحمة من ربنا، ويمكن المنع حماية، ويمكن اللي جايلك أحسن بكتير من اللي انت نفسك فيه. الدعاء مش معناه ان ربنا ينفذلك اللي انت عايزاه، الدعاء معناه انك سلمتي امرك للي شايف الصورة كاملة، للي اضرب مصلحتنا. اوعي تسيبي الدعاء حتى لو تعبتي، حتى لو اتأخرت الإجابة. ربنا قال إن ربي قريب مجيب، قريب مش بعيد، ومجيب يعني سمعك وهيستجاب ليكي. ودي كانت نهاية حلقة النهاردة. قولولي في التعليقات ايه اكتر دعوة بتكرروها دايما، وامتى اخر مرة حسيتي ان ربنا استجابلك بطريقة ما كنتيش متوقعاها.